انا توفيق الحديدي، وده السيزون الخامس من ده فيديو بيضحك. عاملين ايه؟ ايه الدنيا؟ وحشتوني يا ولاد اللذين. ايه بقى ايه الاخبار؟ ايه بقى حوار فيديوهات عمر كاتو اللي انتوا بتتفرجوا عليها دي؟ ازاي تتفرجوا على حد اسمه عمر كاتو؟ روح بقى يلا اتفرجوا على عمر كاتو بقى. روح يلا بقى اتفرج على عمر كاتو. بقى كتير قوي ما وقفتش الوقفه دي بصراحه، يعني بجد محدش فيكم وحشني، يعني بجد محدش فيكم وحشني، انا بس وحشني يعني وحشنيش حاجه. يعني الحقيقه ان اخر 7 شهور و13 يوم و3 ساعات كانوا صعبين عليا. كنتش بعمل اي حاجه في حياتي، كنت بس مسحول في دماغي فشخ، اتسبت افكر كتير فشخ. الحقيقه اللي انا اتسحلت فشخ في دماغي لدرجه ان انا ابتديت اعمل حاجات عشوائيه فشخ، لدرجه ان انا اتعلمت اجاجل بس بكره واحده، يعني لسه مش متمكن فيها يعني. وخدت دروس كمان، ما اقصدش اللي انا خدت الدروس كمان، اقصد اللي انا خدت الدروس كمان بجد. بس انا ما اعرفش اعزف غير صوت تريلا جاي بسرعه. عملت اروش حاجه في العالم، عملت جريلز اللي بتتلبس في السنان دي، بجد روشه فشخ. وخدت بالي ان الجريلز دي موجوده من زمان فشخ، يعني انت جدك زمان كان بيلبس جريلز بس اسمها طقم اسنان، فدي بالنسبه للناس العواجيز جريلز، والناس العواجيز بقى بتصور بيها كده. بقيت اعرف اعمل اي كونتاكت اكتر، بقيت اعرف اعمل اي كونتاكت اكتر. واو 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 واو. بكامل هوز دي يا عم محمود. فكرت في مشاريع كتير فشخ، فكرت في مشروع لبس ولاد ونسميه هي ان وهي ان ده يبيع حاجات في منتهى الرجوله، بس زي مثلا 8 علب سجاير مع بعض في, في نفس مع تيشيرت رجالي. بصراحه يعني انا ما بفكرش في الموضوع قوي يعني، بس انا يعني ان شاء الله ناوي اعرضه في شارك تانكس. خدت ورشه تمثيل، بقيت اعرف امثل إني كويس. ومش فاهم ليه اسمها ورشه، ما تقول كورس تمثيل يا اسطى. هي ايه اللي ورشه؟ مش ورشه دي بتاعت العربيات ولا انا رايح اغرد اتير؟ انا مش فاهم. عمر بص لي هنا وانا بكلمك، حتى لو انا غلطان. زعيق وجرجره قدام الناس. اخرسي بقى. روحني يا عمر، روحني يا عمر. يعني ده كان مشهد عملته. قريت روايات كتير قوي الكاتب اسمه شكسبير، مش عارف حد فيكم هيبقى عارفه ولا لا، بس شكسبير ده كان عامل روايه اسمها هاملت. ده الامبريشن بتاع الهاملت وهو راجع من الشغل، فبيكلم مراته بيقول لها اجيب طلبات ولا لا. الو او لا الو، اجيب طلبات للبيت او لا اجيب؟ ايوه يعني اشتري او لا اشتري؟ انت بتزعقي ليه او لا تزعقي؟ طب بقول لك ايه سلام، ولا اقول لك لا سلام. ركبت الليدات للعربيه، شفت يا جماعه ان انا ما كنتش عايش، انا بجد انا ما كنتش بشوف بالليل من ساعه ما ركبت الليدات دي، وانا حاسس ان انا باتمان بجد. بتعرف امشي بالليل عادي خالص، ولو حد جاي عكسي، يعني ان حتى مش ماشي عكسي، حد جاي عكسي وفاتح النور العالي، فانا برعش له النور كده، بعرف ان انا كمان عندي، ان انا كمان اقدر افتح النور العالي. بس انا مش هعمل كده. انا عارف ان اي حد ما عندوش عربيه مش هيكون فاهم الكلام ده، بس هي العربيه فيها نور. فاحنا بنفتحه. بقيت باكل فطيره بالسمنه والعسل كتير فشخ. فطيره بنت كلب كده، الفطيره اللي هي بتبقى ب 6 جنيه دي، سمنه وعسل وسكر وبتاع، باكلها كتير فشخ. بس انا باكل الفطيره دي قبل النوم، بس عشان الفطيره دي بتجيب لي نوع من انواع الغيبوبه، ده الميلاتونين بتاعي. انا مش فاهم ليه عمري ما شفت حد بيحاول يخطف حد، بيحاول ينيم حد بالفطيره بالسمنه والعسل والسكر. لو انت صوت مش هيحصل كويس. يلا كل الفطيره دي، او حتى حد يجربها، زي مرضى من الامراض اللي مش حقيقيه، زي مرض اسمه الانسومني، قال لك مش عارف انام. طب ما تنام يا اسطى، ما تسيب الموبايل وتنام. قال لك مش عارف انام، يعني مش عارف تنام؟ يعني مفيش حاجه اسمها كده. وفي ايفنت اسمه انسومنيا بيحصل كل سنه، ده تقريبا الناس بيتجمعوا فيه عشان ما يناموش مع بعض. انا عمري ما اتعزمت عليه ومش عايز اتعزم عليه، علشان انا مش عايز انام مع حد، انا عايز. بقيت بشرب ميه كتير فشخ، عشان بيقول لك ان جسم الانسان بيتكون من 50 ل 70% ميه. انا عايز اوصل ابقى 100% ميه و60% سكر و4% عسل. ده حرفيا برطمان عسل 200. عايز سلام، عايز اروح الحمام. غسلت ايدك؟
وانت مالك؟ يعني ما غسلتش ايدك؟ وانت مالك؟ انت مالك؟ وخدت دروس بيانو، خدت دروس بيانو فشخ، خدت دروس بيانو فشخ عشان انا في فيجوال في دماغي نفسي احققه، نفسي ابقى نازل ديت مع واحده في مول، وبعد كده يبقى في اللي هو البيانو اللي بيبقى محطوط في نص المول ده، وعليه اللي هي الحاجات الحمراء اللي بتقفل عليه ده، عشان قال يعني بقى انت ما تعديش يعني. مش فاهم الحاجات الحمراء دي بتمنع مين؟ اي حد عنده 2% لياقه بدنيه ممكن يعدي من فيها. انتوا عايزين تمنعوا مثلا الراجل عجوز اللي عنده مفاصل، عنده خشونه في المفاصل؟ انا حاسسهم بيأجوا، عارف انت اللي هو ايه، بيشوقوا ولا تدوقوا، اللي هو احنا حاطين البتاع الحمراء دي، يعني انت ممكن تعدي بس انت ما ينفعش تعدي. المهم بقى ان انا هروح اعزف، المهم بقى ان انا هعدي البتاع الحمراء دي بكل سهوله، يعني ممكن امسكها طياره. انتوا مش فاهمين انا قوي فشخ ازاي. المهم ان انا اعدي البتاع الحمراء دي، بعد كده اقعد على البيانو وابتدي اعزف، فالسكيورتي بتاع المول السكيورتي بتاع المول يجي لي وهو بالسكوتر ده، حرفيا الكاريزما بقت صفر. يعني لو هو جالي مثلا قال لي ممنوع التصوير بالسكوتر ده، مش هاخد كلامه جد. يا اسطى انت بتهزر معايا، انت بتعمل مقلب صح؟ انت اصلا بتعمل مقلب اكيد، انت اكيد مش جاي لي بالسكوتر يا اسطى بتقول لي ممنوع هتعمل فيها جامد عليا. لا ومش فاهم هو ليه اصلا ممنوع التصوير في المول. ايه الحاجه المميزه في المول اللي تمنع التصوير، الا مثلا بقى لو سيت سنتر الماظه خايف حد من سيت ستارز يصور السلام الكهرباء عندهم فياخدوها ريفرنس. ايه اللي هيتسرق في ايه اللي مش عايزينه يتصور يا كلاب؟ ها يا كلاب يا جزم يا معفنين، ايه اللي مش عايزينه يتصور في المول يا ولاد الكلب يا وحشين؟ المهم ان انا هعدي البتاعات الحمراء دي، وبتاع السكيورتي هيجي لي وانا قاعد مندمج مع البيانو، بتاع السكيورتي لسه هيجي يقول لي لو سمحت ده نو تاتش، ففي واحد ست عجوزه هتقول له سيبه ده فنان. اتسحلت في الباركور فشخ. انا عندي سؤال بس عن الباركور ده. هو ليه الباركور؟ ايه اللي هيخلي بني ادم طبيعي يروح يتعلم باركور الا هو عايز يهف موبايلات ويجري ما يتقفش؟ حد يجاوبني ايه ليه؟ بس انا مش عارف يعني بصراحه، يعني حاسسها برضه تبقى حركه روشه قوي لو انا نازل مع واحده يعني وفي سلالم رحت متسلق. اعتقد تبقى حاجه روشه قوي، يعني انا اعتقد يعني هبهرها، هتطلب مني ننزل ديت تاني، او ما اعتقدش هتطلب مني، اعتقد تمشي في ساعتها يعني. هي لو شافتني بعمل الحركات دي اعتقد هتجري من الاحراج، من كتر الاحراج. او حرامي مثلا يطلع يثبتنا فاروح انا اعمل باك فليب. ما عنديش ادنى فكره بتوع الباركور بيدافعوا عن نفسهم ازاي. وبقى معايا فلوس كتير فشخ، لدرجه ان انا بقيت بقعد مع ناس بيعرفوا يتكلموا انجليزي. انا مش عارف دي حاجه ليها علاقه ولا لا، اللي انت كل ما يبقى معاك فلوس اكتر بتعرف تتكلم انجليزي احسن. مش عارف هل دي مثلا لما انت كل مثلا ما يبقى معاك فلوس تعرف تتكلم حرفيا هي يعني انا بعيد نفس الجمله. المهم يعني انت لما يكون معاك فلوس اكتر بتعرف تتكلم انجليزي احسن. والصوب واكتشفت ان في بلاد بره لما حد يموت وهم جايين يعزوه بيقولوا كوندولنسز. اكتشفت ان في بلاد بره لما حد يموت وهم جايين يعزوه بيقولوا كوندولنسز. كلمة وسخة. My condolences. واكتشفت في بلاد بره لما حد يموت وهم جايين يعزوه بيقولوا له my condolences. ايه my condolences دي يا اسطى؟ my condolences. احط وش بقيت اسمع حميد الشاعري فشخ طبعا كينج ما اقصدش يعني، اقصد هو جامد بس هو الكابو يعني. كينج ده جورج وسوف باين. وحميد الشاعري عمل اغنيه اسمها عوده ده تحسه اسم رجل اعمال بيتاجر في الحديد. انا بجد انا مش فاهم انا ليه هي بجد دي ملهاش اي لازمه يعني، هي ولا بتضحك ولا انا مثلا هقول حاجه بعديها. انا بس بضيع من وقتكم 20 ثانيه.
واكتشفت ان الرادارات مش بتقفل بعد الساعه 1 زي السعودي، لا هي الرادارات بتبقى فاتحه 24 ساعه. انا ما كنتش عارف الكلام ده. في يوم كنت ماشي 4 الفجر طريق راجع من زايد للحته اللي انا ساكن فيها، مش هقول فين عشان بجد النسوان بتتجنن. فالمهم انا راجع خدت بتاع 12 رادار. انا مش فاهم، ما هو خلاص ما انتوا عرفتوا من اول واحد لا ماشي بسرعه، خلاص بعتوا لي هبطل هعمل حاجه يعني. بس اللي هو كده بالظبط. انا رادار، انا دلوقتي الرادار هو بص ده الرادار وانا ماشي قدام. ايه ده ماشي بسرعه. وبعدين الرادار اللي بعديه ايه ده ماشي بسرعه. ما انت عرفت يا اسطى، انت عرفت لا ماشي بسرعه خلاص يعني. ويعني وربنا يخليكم لينا يعني. ده يعني انا مش قصدي حاجه، انا بس انا بقترح يعني براحتكم. انا دفعتها في ساعتها على فكره والله العظيم وما عادش تظلم. فانا من ساعه ما بقى معايا فلوس بقيت اعرف اتكلم انجليزي، فعشان كده انا هقول النقطه الجايه دي كلها بالانجليزي. فلو انت مثلا معكش سي 1 او حاجه، او معاك في البنك اقل من 12 مليون دولار، اقفل الفيديو. يعني لو انت معاك في البنك 12 مليون دولار انت بتعمل ايه هنا يا اسطى؟ المهم اللي انا هقول النكته الجايه دي او الجوك الجايه دي سوري نسيت، لا معايا فلوس كتير فشخ. هقول الجوك الجايه دي بالانجلش. Hello, my name is توفيق الحديدي. I am 52 years old. I live in Egypt specifically. Actually, I had a friend who died in America. So I told him my condolences. His father said thank you. انا حاسس ان انا بسخن يعني، فاهمين؟ انا حاسس ان انا ايه، لسه بشوف، لسه بفتكر انا كنت بعمل ايه. انا بجد نسيت. انا بقالي كتير فشخ ما صورتش لدرجه ان انا نسيت. والاهم من كل ده اللي انا حاولت ابقى روش، بس اكتشفت لا مش محتاج عشان انا اوريدي روش. فاحنا موضوع حلقتنا النهارده هيكون عن الروشنه. تخيلوا احنا كل ده لسه ما ابتديناش الحلقه. انت متخيل عارف انت لما تكون مسافر بره وبعد كده تكون انت متجوز ومسافر بره. انا مش هقول اكتر من كده يعني، بس يعني انت فاهم. وبعد كده يعني انت متجوز ومسافر بره، فاهم؟ فبترجع مصر بقى فبتاكل كشري بقى فشخ يعني، فاهمني ازاي؟ تاكل كشري بقى فشخ، تاكل بقى مشويات البرنس. اكتشفت صح، انا اكتشفت حاجه جامده فشخ. اكتشفت ان البرنس بيعمل كده. اسمه ايه، محمود البرنس ولا امير البرنس؟ البرنس بيعمل كده. هو بيعمل كده عشان ده زي دي يعني، ده تحيه، دي تحيه بس للمعده. اوف. فاحنا حلقتنا النهارده هتكون عن الروشنه والروشين وبتاع. وانا بجد انا مش بقلد اي برنامج تاني. فكره الروشنه دي جات لي في حلم. خدت بالي ان الشخص الروش او الشخص اللي احنا بنقول عليه روش دايما بيبقى لابس ايس كاب. انت بتلبس ايس كاب ليه بقى يا اسطى؟ انت بقى لما تكون طالع في الاسانسير وزهقان بقى بتعمل كده وانا مثلا بالنسبه لي كل المدمنين المخدرات روشين فشخ. ايه ده يا اسطى؟ انت ازاي فاقد كده؟ انت ازاي ضيع مستقبلك كده؟ انت ازاي مش همك اي حد كده ولا حتى القريبين منك؟ يعني انا لما بتفرج على اعلان محمد صلاح مش بعجب بمحمد صلاح، بعجب بالمدمن. ليه؟ معلش استاذنكم بس اروح الحمام. Did you wash your hands? It's none of your business. Did you wash your hands? It's none of your business. والدكاتره مثلا في منهم شويه ناس روشين، مع ان الدكاتره ناس مش روشين، بس في منهم ناس روشين. كل ما يبقى خطك اوسخ وانت بتكتب في الروشته اكتب صيني، وانت بتكتب صيني كل ما تكتب حاجات اقرب للصيني كده انت كده اروش كده. دكتور اروش. دكتور انا بطني وجعاني. Now empty your mind. Be formless. Be harmless. Be like water. Now you put water in the cup. You become the cup. You put water in the pot. You become the pot. Be water my friend. انا مش فاهم دكتور يعني اشرب ميه. ويتروش في اللغه العربيه معناه يستحمى. يعني في دول الروش عندهم بس هو اللي بيستحمى، الناس اللي مش روشين مش بتستحمى او حاجه. عايز تخش تستحمى وتعرنا يا اسم سعودي. عايز تخش تستحمى وتعرنا يا احمد والناس تقول عليك روش يا فائد يا زباله يا مكوه. وخدت بالي ان مكوه في الخليج يعني مؤخره، وسخان يعني كف ايد، والاير فراير في لبنان هي آلة تعذيب. فمثلا ما ينفعش مكواجي يبقى في السعوديه مثلا ويفتح محل مكوه ويسميه مكواجي العائلات عشان عيب يعني. حرفيا ماشي على الخط. الرابرز روشين فشخ.
ما عدا واحد بس عارف نفسه لما يتفرج على الفيديو ده هيقول ايوه، هيكلمني في التليفون ويقول لي ايوه انت بتقول عليا مش روش ليه، مع اني ما قلتش حاجه، بس هو يكون عارف نفسه. اصلا اصحاب الرابرز، انا والرابرز يعني انا والرابرز صحاب فشخ، انا والرابرز صحاب فشخ، فاهم؟ الرابرز بالنسبه لي وشين فشخ. انا كان نفسي ابقى رابر عشان نفسي اطلع في ميوزك فيديو اعمل الحركه دي، فاهم؟ اللي هو عامل زي كاني ضربت نار على واحد وبعديها ندمت. لا ليه؟ او في حرامي طلع عليا وضربت عليه نار بس بعد كده طلع على الحيطه. او حد قال لي مع السلامه وانا اتوترت فشخ ما عرفش اقول ايه، فعملت اكتر حركه عشوائيه في العالم وبعدين ندمت فشخ عشان انا بينت الاوتيزم بتاعي بره البيت. يلا بقى مع السلامه توفيق. واغاني ثروت واغاني زاب ثروت كانت روشه فشخ لحد مثلا 2013. بعديها اي حد بقى ممكن يغني اغاني زاب ثروت. البحر موت لو بقى لحظه من السكون، افرد جناحك في الهوا وقول نويت اكون صاحبي، كتفك في كتفي دايما خليك معايا ده انت النور بالليل اللي بينور لي سمايا، صاحبي لو انا سايق تبقى انت دايما لاحق، من غيرك اكون جاحد والبحر ساحب، حد يلحقني او حاجه. واي مغني بيمثل لازم يكون روش فشخ، زي مثلا محمد فؤاد في فيلم حبيبي اللي هو كان بيحاول يشقط فيه مرات خالد الصاوي، وخالد الصاوي هو الشرير في القصه دي. خالد الصاوي هو الشرير ومراته بتتشقط، بالنسبه لنا محمد فؤاد هو الهيرو. ايه ده؟ ليه بقى؟ ليه؟ هقول لكم ليه. عشان خالد الصاوي بيشرب سيجاره وبيزعق، ده سبب يعني. سواق الميكروباص بقى حلال، نعمل اللي احنا عايزينه. فمراته مش قصدي طبعا، انا مش قصدي حاجه، ويعني وفيلم حبيبي يا فيلم حلو اصلا بقى وعادي. ايه المشكله يعني؟ قصه البلوت تويست ما عنديش اي مانع. مع اسمها ايه الفنانه الجميله هالة شيح او هنا شيح، انا بعتذر، انا بجد انا مش عارف، بس يعني الاتنين جمال وفيلم جميل، واغنيه حبيبي يا من اجمل الاغاني اللي سمعتها في حياتي، وفيلم حبيبي يا من اجمل الاغاني اللي سمعتها في حياتي، ويعني وربنا يخليكم لينا. ودايما اي حد بيشرب سجاير الناس بتقول عليه روش. انا مش فاهم ايه الروش في انك بتكح، انا مش فاهم ايه الروش في انك عندك ضعف جنسي. ايه الروش في انك بتكح كل 5 ثواني، ولا كانك بتبعت لي رساله مورس كود. محمود انت كويس يا محمود انت عايز تشم في رجلي ليه في نادي الشمس؟ انا شايف لا، يعني لو انت هتشرب حاجه اشرب سجاير، ما تشربش اي حاجه تانية. لما تشرب ايكوس اللي هو كان ممكن يكون اسم 6 توي ابل عاملاه. يعني انا عندي واحد صاحبي مثلا بيشرب مدواخ فاكر نفسه محمد انور السادات. مره صاحبنا ده دخل الحمام قعد 6 ساعات يطلع. وعمري ما شفت حد روش تخين، عشان تقريبا الدهون بتداري على الروشنه. والروشنه بقت انك تكون الفا ميل، هي دي اروش حاجه. الروشنه هي انك تكون الفا ميل. كل الناس عايزه تكون الالفا ميل، كلها خلاص بقت عايزه تكون الفا ميل. ولما بحثت في موضوع الالفا ميل ده اكتشفت ان كلمه الفا جايه من الديب الالفا، الذئب الالفا اللي بيقود القطيع، اللي هو الذئب اللي بيبقى في الاول وكل القطيع بقى بيمشي وراه. تخيل تبقى قناعتك في الحياه كلها تخيل قناعتك في الحياه كلها تكون مستوحاه من حيوان. والديب يعني يا ريته حيوان عدل، ده الديب. وبصراحه الديب حيوان يعني بصراحه جامد يعني. بس يا اسطى ده ديب يا اسطى، ده الالفا ميل بقى. الالفا ميل بتاعكم اللي هو الديب ده قصه تانية زباله، بيعمل حاجات وحشه جدا، زي قصه ذات الرداء الاحمر. زي قصه ذات الرداء الاحمر اللي هي تنفع اسم قصه في منتديات نسوان. مش عارف اقولها، اللي هي القصه دي بنت صغيره كانت رايحه تودي لجدتها فاكهه باين او تاخد منها الجمعيه حاجه كده يعني. فاول ما دخلت عليها، لا قبل ما تدخل عليها الديب دخل واكل ست عجوز. الالفا ميل بتاعكم دخل على الست العجوزه واكلها. تخيل تاكل اللحم كندوز حتى مش بتلو. ازاي الناس نفسهم يكونوا ديابه الستة؟ لا والوسخه الصغيره التانية اللي رايحه تزور جدتها دخلت، لا ايه ده تيتا؟ ليه ودانك طويله ومناخيرك مدبدبه وعندك فرو؟ انت في حاجه تيتا عندها عندها سعار يعني. هيكون ايه اللي حصل مثلا؟ مش فاهم ايه الغبا ده. هي البنت الصغيره دي عندها حاجه يعني، في مرض او حاجه. اصل لو في مرض بقى يسموها ذات الهلال الاحمر.
والمشكله بالنسبه لي ان القصه دي وانا صغير كانت مقنعه فشخ، اللي هو يعني هي البنت راحت لجدتها وبعدين شافت جدتها شكلها غريب فبتسالها شكلك غريب ليه يا تيتا، وده خلاني افكر. تخيل لو انت صحيت في يوم لقيت كل حاجه انت عارفها غلط، كل حاجه انت عارفها غلط، اي حاجه انت فاكر ان ده الصح طلعت غلط، اي حاجه كل حاجه. يعني اللي انت مثلا انت المفروض ما نشربش ميه والمفروض نشرب سجاير اكتر، تخيل لو ده الصح. ودايما الروش بيكون لابس نظاره شمس، وكان في شغلانات روشه قوي زمان، مش عارف هي موجوده دلوقتي ولا لا، شغلانه مثلا عامله زي ساعي البريد دي شغلانه روشه فشخ. تخيل كل شغلتك في العالم انك تكون الصح بتاعت الواتساب، اللي هو انت اديته ومضى. يعني شغلانه جميله طبعا، يعني ربنا يكرم كل يا رب جمع سعي البريد اسعاي البريد. والروشنه بتختلف على حسب الطبقه، يعني لو انت مثلا فقير فانت الروشنه بالنسبه لك الراجل الروش، الراجل التمام هو الراجل اللي بيشتغل من 6 الصبح لغايه 10 بالليل عشان يصرف على اهله ويشتغل شغلانه نيش زي فواعلي مثلا او حاجه. ده الروش بالنسبه للناس اللي معاش فلوس، يعني ربنا يا رب يكرمهم. يعني الروشنه بقى بالنسبه للناس الاغنياء هو انك تكون عارف الفواعلي الفقير ده، دي الروشنه بالنسبه للناس الاغنياء، اللي هو انت يا اسطى انت بقى ان عادات الناس الفقراء، عادات الناس الفقراء تقاليد الناس الفقراء. المايمز روشين فشخ، ما اقصدش الماميز، اقصد المايمز. حاسس انها زهقت انا بقى كتير قوي واقف، انا بقى كده ساعه الا ربع واقف، عايزين بقى اكل العيش والله. ماشي خلاص، هي كلها خلاص 4-5 نكت ان شاء الله. يعني يا دين امي، لا لسه كتير بقى كتير قوي بقى. كنت مسافر بره ومتجوز ولسه راجع مصر. المايمز روشين فشخ، ما اقصدش الماميز، اقصد المايمز اللي هم الناس اللي بيبقوا دهنين وشهم ابيض ولابسين شيرت ابيض في اسود، بيقعدوا يعملوا الحركات دي. فده الامبريشن بتاعي لمايم، اللي هو الراجل اللي بيعمل الاداء الصامت ده لو عنده سؤال في محاضره. وكان في كاركتر زمان مواليد التسعينات هم اللي هيفهموني، وده ما يدلش ان انا مواليد التسعينات او حاجه، انا مواليد الثلاثينات القرن الماضي. انا دلوقتي عندي 140 سنه او حاجه، انا مش شاطر في الحساب. كان في كاركتر زمان اسمه الروش، كان بيجي على دريم الحمراء، فاكرين؟ عشان دريم الحمراء دي كانت بتاعت الروشين، دريم الزرقاء بقى هي دي كانت بتاعت الاخبار بقى. الدكاتره اللي مش روشين بقى هم اللي بيتفرجوا على برنامج اسمه العاشرة مساء، بيجي الساعه 9 او حاجه. تخيل تعمل برنامج وتسميه العاشرة مساء مع منى الشاذلي لو سمحت. هو برنامج العاشرة مساء بتاع منى الشاذلي بيجي على دريم الزرقاء الساعه كام؟ مين اللي بيقدمه؟ ويا ريت تقول لي بيجي على قناه ايه. وفي روشنه كده بتاعت الناس العواجيز، اللي هو تكونوا في فرح ففي راجل عجوز يخش يرقص اقدم رقصه موجوده في العالم. وفي دايما بيبقى حد في العيله بيكون روش فشخ، غالبا يا اما بيكون جوز خالتك يا اما خالك يا اما بتبقى حاجه كده، يعني بيكون راجل روش فشخ كده، بس كل العيله بتكرهه عشان هو روش فشخ. اللي هو انت امك توديك عنده وانت في رابعه ابتدائي مثلا، فيروح عازم عليك بسجاره حشيش. لا يا خالو، مش عايز سيجاره حشيش، ده ممكن تسيبني اسهر للساعه 10 بالليل بس، وده بالنسبه لي هيبقى تمام، هقول عليك روش برضو. وفي ناس روشين فشخ برضو اللي هم بتوع فن الكلام الباطني، الفنتريلوكويزم او حاجه كده. يعني انا لسه، يعني انا معايا فلوس بس لسه مش لدرجه الفنتريلوكويزم، فن الكلام الباطني، يعني اللي هو بيكون شخص بيتكلم وهو قافل بقه فبيقولوا عليه بيتكلم من بطنه. تخيل انت بتتكلم وانت قافل بقك، كانك بتسمع وانت مش سامع، كانك شايف وانت مغمض عينيك. روتانا سينما او حاجه. ده الامبريشن بتاعي لحد من فن الكلام الباطني وهو بيكح. والروش دايما بيكون لابس الكاب بالعكس. انا مش فاهم ايه الروش في انك تكون لابس حاجه بالعكس. يعني هل مثلا روشان انك تلبس التيشيرت انسايد اوت، التي شيرت انسايد اوت اللي هو بالعكس، يعني الناس اللي معاهمش فلوس، او لابس البنطلون بالعكس مثلا، او لابس نظاره شمس كده، حد فاهم اللي هو لابس نظاره شمس بس بالعكس؟ هل ده روشانه يعني اللي تكون انت ليه يا اسطى؟ تخيل تكون لابس نظاره بالعكس كده عشان عينك في وسط راسك. عارفين لو حد عينه في وسط راسه هيلعب صلح ازاي؟ هيلعبها كده. تعالى بس ما تبصش، انا اعمل لك مفاجاه. تعالى
ها فين بقى؟ فين المفاجأة بقى؟ هفضل مغمض عيني كده لحد امتى؟ هفضل مغمض عيني كده. وانت بتتكلم معايا كده ليه يا صاحبي؟ انت بتتكلم، ما تتكلمش معايا كده بس يا صاحبي، بس بدل ما اعملها معاك. ولاد الناس مش روشين بالنسبه لي. جمله ولاد الناس هي اللي روشه فشخ بالنسبه لي. اللي هو في ناس ولاد ناس وفي ناس مش ولاد ناس. فاهمين ازاي؟ يعني انت ابن ناس، في حد تاني بقى مش ما اعرفش بقى ماما كانت قضت شبابها فين. يعني ولاد الناس ولاد ناس، انما بقى ولاد الكائنات الفضائيه، ولاد بقى الكائنات الفضائيه زباله يورينوس. انت فاكر نفسك زينا يا كائن فضائي معفن؟ انت حيالله كائن فضائي. خد ده اهو، خد ده، ما بشتمش، خد ده. كائنات فضائيه بقى بيشتموا كده. خد ده. شتيمه روشه فشخ عامه دي. يعني انا المره الجايه اللي اتخانق فيها في الشارع هعمل كده. بس كده. دي كانت عودة الملك. عودة ملك اليوتيوب. الملك بتاع اليوتيوب رجع. خلاص بقى قشطه بقى. بس كده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت او حاجه. انا كده مش مهتم بجد، انتوا عارفين من زمان يعني. بس انا توفيق الحديدي، وده كان فيديو بيضحك. استسمحكم بس هروح الحمام. ¿Te lavaste las manos? Nos acento tuyos. ¡Nos acento tuyos!